لسه بتفكر تغير حياتك ومش عاجبك حالك؟ تسنيم كمان ما كانش عاجبها حياتها واتمنت لو تقدر تغيرها، والفرصة جات لها لحد عندها إنها تعيش 15 حكاية مش حكايتها. وبعد ما عاشت حكايتين مش حكايتها قررت ما تختارش هي الحكاية المرة دي وتتفاجئ بيها. طب حياتك اللي جاية تحبي تختاريها ولا اختار أنا؟ لا، اختار انت المرة دي. وفي لحظة كانت تسنيم بتعيش حكايتها الجديدة في أوضة نوم بسيطة، لقيت نفسها قدام المراية ومعاها واحدة اللي بدأت معاها الكلام. يا تسنيم، ايه رحتي فين؟ موجودة اهو، بس سرحت شوية. طب يا عروسة اضحكي بقى بدل ما طنط تدخل وتشوفك كده. انا خايفة قوي يا ساندي. ما تخافيش يا حبيبتي، ما هي مش اول مرة. ما انا خايفة علشان كده، علشان مش اول مرة، ولو رفضت كمان المرة دي مش عارفة بابا هيعمل ايه فيا. ان شاء الله يا تسنيم هيطلع كويس، وانتي كمان حاولي تطولي بالك شوية يا تسنيم. يا رب، ربنا يسترها يا رب. وفي نفس الوقت ده كانت دخلت مامة تسنيم عليهم. هيا يا تسنيم يا بنتي، الناس عايزين يشوفوكي. اهي هي تسنيم جاهزة يا طنط. طب يلا يا تسنيم، ويا ريت تضحكي بس شوية. حاضر يا ماما، وانا جاية معاكي اهو. وراحت تسنيم ورا مامتها، وكان العريس مستنيها ومامته وباباها. أهي عروستنا وصلت اهيت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وسلمت تسنيم على العريس ومامته، وبعدين قعدت مامة العريس مرة واحدة. طب ما تيجي يا حبيبتي تقعدي جنبي هنا. حاضر يا طنط. وقامت تسنيم وقعدت جنب مامة العريس، وفي مشهد من فيلم قديم شدت مامة العريس شعرها. شعري في ايه يا طنط؟ معلش يا حبيبتي، اصل دلوقتي البنات بيركبوا حاجات وشعرهم ما بقاش طبيعي. طب ايه يا طنط، ما معكيش بندق علشان تشوفي سناني شغالة دي كمان ولا متركبة؟ وهنا مامة تسنيم اتدخلت. البنت تسنيم دمها خفيف قوي، معلش يا حاجة بتحب تهزر. لا، ما هي معاها حق برضو، انا فعلا جايبة بندق معايا. خدي كده يا تسنيم اكسريها. لا، ده كده مش معقول. ايه هو ده اللي مش معقول يا تسنيم؟ اصل احنا جايبين لتسنيم كسرة بندق يا حاجة، ما تقلقيش. عشنا وشوفنا كمان عاملين كسرة للبندق. شفتي بقى يا طنط؟ حضرتك عندك اي اختبارات تانية عايزة تعمليها؟ لا مش دلوقتي، انت دلوقتي تقعدي مع ابني الدكتور حمادة حبيبي، والنبي حرصه وصينه، ولو وافق عليكي ابقى اشوف بقى. يا ماما، عايزاكي في كلمة معلش. وخرجت تسنيم هي ومامتها. ايه يا حبيبتي بس مالك؟ انا اللي مالي يا ماما؟ انتي موافقة على التهريج اللي بيحصل جوه ده؟ تهريج ايه بس؟ الست عايزة تطمن على ابنها. وانتي مش عايزة تطمني على بنتك؟ ده عريس كل البنات تتمناه، دكتور ومعاه شقة وشغال في الخليج، انتي عايزة ايه تاني؟ لا، انتي كده بتبيعيني يا ماما. تسنيم عدي الليلة ووافقي على العريس، انا مش ناقصة. كفاية كلام الناس اللي بسمعه، وكمان ابوكي. حاضر، حاضر يا ماما، هقعد معاه واللي ربنا رايده. ورجعوا تاني للقعدة. كفايانا كلام، ونخلي العرسان يقعدوا مع بعض. تسنيم، اطلعوا اقعدوا في الصالون يا حبيبتي. وخرجوا مع بعض وبدأ العريس يتكلم. ازيك يا تسنيم، عاملة ايه؟ بخير يا أستاذ أحمد. أنا سمعت إنك كنت متجوزة قبل كده. مش بالظبط، هو أنا كان مكتوب كتابي ومحصلش نصيب زي أي خطوبة. ليه كده؟ انت عملتيله ايه علشان يفسخ الجوازة والخطوبة؟ وليه ما تقولش إن أنا اللي فسخت الخطوبة مش هو؟ لأن الراجل عمره ما بيغلط أبدا، دايما الغلط من الست. ومين اللي قالك كده؟ ياسمين عز؟ لا ماما. كمان ماما؟ دي حلوت قوي. بصي، علشان اللي أوله شرط آخره نور. أنا لو ماما وافقت عليكي أنا هوافق، لأني كده كده هتجوز علشان مراتي تفضل مع عمي. أنا على طول مسافر، بحكم إني دكتور ومشغول يعني. أكيد دكتور صرف صحي. بتقولي إيه؟ بقولك أنت دكتور إيه؟ أنا دكتور بيطري. الله يكون في عون الحيوانات والله. اشمعنى يعني؟ لا مفيش حاجة، أنا بس بشتغل وهبقى أكمل شغل بعد الجواز. لو ماما وافقت أنا ما عنديش مانع. ما أنا برضو ما كانش ينفع أنسى أخد دوا الضغط قبل ما أقعد معاه. بتقولي حاجة؟ مش سامعك. لا لا لا، ما تاخدش في بالك. أنت عندك أسئلة تانية؟ يعني انتي ما شاء الله حلوة وقمر. ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي وانتي كسرة 30 كده؟
علشان يجي اليوم اللي اتغلط فيه منك ومن مامتك. أيوة برضو. ليه يعني؟ مفيش حد معبرك؟ لا بس آخر عريس كنت هوافق عليه الله يرحمه. مات؟ ازاي؟ آه كان قاعد مكانك هنا بالظبط، وبنتعرف على بعض زينا دلوقتي بالظبط، لكن ربنا كان له رأي تاني. انتي بتقولي كان قاعد فين؟ على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بالظبط، وسبحان الله نفس القعدة الله يرحمه. وقام العريس بسرعة نط على الكرسي اللي جنبه وهو بيبلع ريقه وبيقول لها: طب كان في عريس قبله؟ الله يكون في عونه. ليه؟ ايه اللي حصل له؟ اتشل يا حبيبي واحنا بنتكلم. اتشل؟ ازاي يعني؟ كنا بنتكلم وبنختار عفش البيت، اتشل وهو قاعد مكانك. ايه؟ مكاني فين؟ هو الكرسي اللي انت قاعد عليه ده. الكرسي ده كمان؟ طب واللي طلع سليم من هنا كان قاعد فين يا تسنيم؟ كان قاعد على الكنبة دي، راح قام العريس جري قعد عليها. طب ومادام الحمد لله ده طلع سليم من هنا، ما كملتيش معاه ليه؟ علشان هو اختار يكمل فوق. فوق؟ فوق فين؟ فوق مع الملايكة. مات؟ الله يرحمهم، هو ووالدته. هو ومامته؟ ازاي؟ كان مروح من عندنا وسايق عربيته، عملوا حادثة وقعوا في الترعة، ولحد النهاردة يا عيني بيدوروا عليهم، بس خلاص عدى سنتين، زمانهم اتحللوا في المية. وهنا طلع العريس من موبايله بسرعة وبدأ يعمل عليه حاجة. بطلب اوبر. هو مش انت جايب عربيتك اللي هي أحدث موديل؟ بس انا لسه في عز شبابي وعايز اعيش انا وامي. يا رب تلحق. بتقولي كده ليه؟ أصل كان في واحد متقدم لي وحاول يهرب من قدره. ليه؟ حصل له ايه ده كمان؟ يا عيني وهو مروح في أوبر، المطرة مطرت والعربية حصل فيها ماس كهربي واتحرقت. ايه هي اللي اتحرقت؟ العربية اللي كان مروح فيها اتحرقت. وهنا قام بسرعة وجري من قدامها على الأوضة اللي فيها مامته وهو بيقول لها: قومي يا ماما بسرعة. في ايه يا حبيبي؟ لازم نقوم نمشي من هنا علشان نلحق نوصل بدري. ليه؟ ما احنا معانا العربية. لا، احنا هنروح مشي. ليه يا حبيبي؟ هتمشيني كل المسافة دي؟ يلا يا ماما بسرعة وهحكيلك واحنا ماشيين. وأخد مامته وطلعوا من البيت كله. وهنا بابا تسنيم اتكلم. عملت ايه المرة دي يا تسنيم؟ ما عملتش حاجة والله يا بابا. وانا هصدقك لما اكلم احمد ومامته واشوف رأيهم ايه الاول. ماشي يا بابا اللي حضرتك تشوفه، أنا على العموم موافقة عليه. والله؟ وده من امتى ان شاء الله ده يا تسنيم؟ ما بصراحة أنا فكرت في كلامك أنت وماما ولقيت معاكم حق. هلاقي تاني فرصة زي دي ما تتعوضش ازاي؟ وهلاقي فين عريس تاني زي أحمد دوت دكتور ومعاه شقة؟ ما يتعوضش يا بابا. ماشي يا تسنيم، لما اشوف اخرتها معاكي. وقامت تسنيم ودخلت الأوضة اللي كانت مستنيها فيها صاحبتها. ها عملت ايه؟ طفشته طبعا زي كل مرة. حرام عليكي يا تسنيم، عملتي كده ليه؟ يا بنتي ده ملهوش كلمة، مامته هي اللي ممشية كل حاجة، غير ان احنا لسه بنقعد تروح شادة شعري تشوفه حقيقي ولا لأ. ده كويس ان انا فضلت ماسكة نفسي بس خلي بالك يا تسنيم، عمو ممكن يعمل مشكلة لو رفضت العريس ده كمان. لا انا قلت له اني موافقة، كده كده العريس طلع يجري اصلا، هيرفض. طلع يجري؟ يا بنت الايه، هو انت عملتي له ايه؟ هحكيلك. والوقت اللي كانت تسنيم بتحكي فيه هي عملت ايه في العريس، كان باباها بيكلم العريس علشان يعرف ايه اللي حصل. انا هكلمه علشان اشوف بنتك عملت فيه ايه. وهي هتعمل ايه يعني؟ ما هي قالت موافقة على العريس، هو اللي غريب وتصرفاته كمان غريبة. دي بنتي وانا عارفها ولازم اجوزها ليه، يعني هجوزها، هي مش هتفضل قاعدالي كتير كده. بس انت ما شفتش مامته واللي عملته فيها؟ وايه يعني؟ ام بتطمن على ابنها، استني بقى نشوف، مش لما يوافق عليها هو الاول. وبدأ الأب يكلم أحمد. الو. ايوه يا احمد، وصلت انت ووالدتك؟ طب حمد لله على السلامة يا حبيبي، احنا كنا عايزين نتغدى مع بعض لكن انتوا مشيتوا بسرعة. ايه؟ هي موافقة. تمام يا حبيبي، خلاص. ماشي مع السلامة، وسلم لي على الوالدة. مع السلامة يا حبيبي. ايه؟ قالك ايه؟ ما هي غريبة برضو. ايه رفض برضو؟
بالعكس، ده موافق. أمال إيه اللي غريب يا حاج؟ أصله عايز يكتب كتب الكتاب الأسبوع اللي جاي علشان مسافر. بسرعة كده؟ مش مهم، المهم نطمن عليها، ومادام هي موافقة خلاص. بس لما تكون جوازة غير لما تكون خطوبة. هي كده كده هتتجوز، وملهاش عين ترفض، وعادي إنه يتجوزها يعني. ده مجرد كتب كتاب يعني، مش هيتجوزها. اللي تشوفه يا حاج، وربنا يسترها يا رب. طيب، أنا هروح أقول لها بقى. وراح والد تسنيم يبلغ تسنيم. العريس رد عليا يا تسنيم. معلش يا بابا، أنا والله كنت موافقة، مش ذنبي إن هو رفض. ومين قال إن هو رفض؟ إيه؟ وافق نعمل خطوبة؟ لا، هيجي الأسبوع اللي جاي علشان يكتب الكتاب. وقبل ما تعترضي، أنا موافق واتفقت معاه على كل حاجة. جهزي انت نفسك. حاضر يا بابا. وباباها سابها ومشي. ليه وافقتي يا تسنيم؟ انت عارفة ان لو رفضت بابا كان هيطلق ماما، وانا مش عايزة اكون في سبب طلاق امي. ما هو اكيد مش هيطلقها يا تسنيم علشان انت رفضتي عريس. لا، هو حلف عليها بالطلاق، لو رفضت تبقى طالق. طب خلاص يا حبيبتي، معلش، وان شاء الله ربنا يبعده عن طريقك. يا رب يا سندي يا رب. وبعد أسبوع كان العريس ومامته وتسنيم وأهلها مستنيين المأذون علشان كتب الكتاب. الله يبارك فيك، بس ايه انت مش خايف؟ لا، ما أنا لما روحت سليم أنا وماما عرفت إن أنا اللي مكتوب لك علشان أخلصك من العنوسة، وكمان ماما موافقة عليكي. تخلصني من العنوسة؟ الله يحفظك. يلا يا أحمد يا ابني، المأذون وصل. وفي لحظة كانت تسنيم رجعت لحياتها الحقيقية. ها، ايه رأيك في الحكاية دي؟ تحب تكمليها وتكون حكاية حقيقية؟ لا، ما احبش اتجوز جوازة زي دي ابدا. انا عايزة اجرب حكاية واقعية تانية. طب تحب تختاري ولا اختار انا؟ اختار. لو انتم كنتم مكان تسنيم كنتوا عملتوا ايه؟ هتكملوا في الحكاية والقصة دي، ولا تختاروا تعيشوا قصة جديدة وتعيشوا حكاية تانية؟ ولو قدامكم العرض ده تختاروا تعيشوا حكاية شكلها ايه؟ قولولي تحت في الكومنتات، واستنوا حكايات تانية هتعيشها تسنيم خلال شهر رمضان، وهنعيشها احنا كمان معاها، ومنها حكايات كتيرة حقيقية وحكايات واقعية، وكلها حكايات عربية في حياتنا، وهنشوف الحكم من الحكايات دي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم الحكايات اللي جاية أول لما تنزل، ونعرف تسنيم هتختار أهني حكاية في الآخر. ولو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، واستنوني في الحكاية اللي جاية من حكايات مريان. باي.